السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح أسوي وياكم المخلل أو الطرشي الأبيض الصافي، يعني مو طرشي مدبس ولا طرشي أبو العنبة. الطرشي الصافي مالتنا موجود، أخلي بيه فقط الخل، وراح أقول لكم على أسباب نجاحه وشون نقدر نحافظ عليه أطول فترة ممكنة من دون أن يطرى، وناكله إلى آخر قطعة ويانا ما يطرى أبدا، ويكون طعمه كلش طيب. اكو عدة نقاط لو انتبهنا عليها راح يكون الطرشي ناجح ويانا 100%. طبعا احنا ممكن ان نخلل او انه نسوي طرشي جميع انواع الخضروات. انا هنا خليت القرنبيط او الزهرة، والخيار العادي الناعم، والخيار هذا اللون فاتح اللي يسموه ترعوزي او تعروزي في بعض المناطق، ما أعرف بالدول العربية شي يسموه. والفلفل أيضا فلفل حار وبارد، وممكن فلفل أحمر همينة، لكن الفلفل الأحمر شوية يكون طري، يعني مو كلش يكون ناجح بالمية. والفلفل الأخضر اللي نستخدمه يفضل أن يكون يعني من نوع الخشن، مو من نوع الناعم يعني كلش. يعني من لزمة مثلا شلون تكون يعني بيه خشونة شوية، ما يكون كلش رقيق، يعني الرقيق ما يكون ناجح بالطرشي أو بالمخللات. وطبعا ممكن أن نخلي باذنجان أيضا، ممكن أن نخلي الألمازة. طبعا الألمازة أنا كلش أحبها بالطرشي، لكن هسه مو الموسم مالتها. وممكن أيضا أن نحط اللهانة أو اللي يسموها الملفوف. طبعا كل هاي أنواع عديدة من الخضروات ممكن أنه نستخدمها، وكلها راح تكون يعني نسويها بنفس الطريقة. أنا راح أقول لكم على طريقتي اللي أنا والدتي الله يذكر، الله يعني يعطيها العافية، هي اللي كانت تسويها بهاي الطريقة، وكنا نبقى ناكله إلى آخر قطعة، يعني ما ينذب من عنده أي شيء. طبعا راح أسوي طرشي محشي، وراح أقول لكم بشنو راح أحشي. طبعا أول شيء إحنا نجيب الخضروات من السوق، ضروري أن تكون فريش وما نحطها بالثلاجة. من نحطها بالثلاجة التبريد أو الغاز التبريد مال الثلاجة يأثر عليها ويخليها تكون طرية. يفضل أنه إحنا نستخدمها مباشرة أول ما نجيبها من السوق، ونكون متأكدين بأن المكان اللي دا نشتري من عنده يفضل أن يكون مثلا جاي بنفس اليوم أو قبلها بيوم، يعني ما متخزن صار له هواية. أنا هنا صار لي سنوات هنا بتركيا، يعني أكو ناس سوق الأسبوعي مالتنا، ناس يجيبون بضاعة كلش هواي، هذول يجيبوها من العلوة، يجيبون بالصناديق. وأكو ناس كم يعني بقال أنا أعرفهم، هذول مثلا هم عندهم مزرعة بنفس اليوم السوق هم يجيبون الغراض مالتهم، يعني هم جايبيها رايحين للبستان ومقطعين الخضروات وجايبيها بنفس اليوم، تلقون يعني عندهم شوية كمية قليلة مو كمية هواية. فهذا أعرف بأن هو فريش بعده، يعني مبين عليه جديد مقطوع، فهذا يكون كلش ناجح بالطرشي. هاي أول خطوة حتى الطرشي اللي يطرى إنه ما تدخل أي خضروات من الخضروات اللي دا نستخدمها ما نخليها تبقى بالثلاجة نهائيا. أول ما نجيبها من السوق رأسا نسويها أو نخليها برا، يعني من دون ما تدخل يعني للتبريد. بعدين نغسلها طبعا كل زين إلى أكو بيها فد شي شائبة، فد شي معين نشيله. وبعدين نجيب الخيار هيك نفتحه للنص مو كامل يعني، ونفتح من الجهة العريضة باتجاه الجهة الصغيرة، لأن هو الفوهات مالت الخيار يعني الراسين مالته يكون واحد صغير واحد كبير، فإحنا نقطع من الجهة الكبيرة، حتى هاي الجهة هي اللي يعني تاخذ شلون مثلا الجهة الصغيرة من نقطعها هي أصلا احنا نريد نملح أكبر عدد، يعني الخيارية كاملة. فالجهة اللي نقول تصير شوية أسمن أو شوية أكبر هاي هي اللي نخليها نفتي نفتح من عندها حتى تاخذ الملح كل زين، ما نفتح من الجهة الصغيرة. شوفوا مثل ما دا أسوي هيجي. وطبعا يكون الخيار يفضل أن يكون ناعم، طبعا شقد ما يكون ناعم شقد ما يصير أطيب ويستوي بسرعة ويانا. والخيار الثاني اللي لونه فاتح اللي يسموه تعروزي او الترعوزي بالعراق، مثل ما قلت ما اعرف بالدول العربيه شي يسموه. اني ما لقيت من عندنا ناعم، بالعراق كان اكو احنا حتى هذا الخيار اللون الفاتح همينه كان اكو منه ناعم، لكن هنا اني ما لقيت، فقط هاي يعني كانت هاي انعم شي اختاريته. فلذلك اشتريت هيجي حجم كبير، فاقطع هيجي على شكل 4 شرايح طويله، بس ما نسوي كلش صغير، لان اذا سويناه كلش صغير فراح يطرى ويانا بسرعه وما يتحمل، يعني بسرعة يخرب ويانا. فضروري أن نسويه هيجي قسمين، يعني الحبات الصغيرة مثل الخيار، والكبيرة فقط نقطعها إلى 4 أقسام حتى نضمن بأنه تكون قوية
تحافظ على قرمشتها إلى آخر قطعة ويانا. طبعا أنا هاي الطريقة اللي دا أسويها هي مو طريقة سريعة، تاخذ أكثر من أسبوع حتى يصير المخلل جاهز، لكن شنو هي ممكن تبقى ويانا للشهور، أنا مرات حتى أكثر من 4 أشهر تبقى وياي بالثلاجة. بس ضروري أول ما نسوي طرشي وأول ما نخلي عليه الخل نخليه بالثلاجة، نحفظه رأسا، ما نخليه خارج الثلاجة حتى لا يخرب ويانا. هاي السبب الثاني. السبب الأول مثل ما قلت لكم الخضروات تكون فريش وما تكون داخلة بالثلاجة. ثاني سبب إنه أول ما نخلي بيها الخل ندخلها للثلاجة مباشرة، ومن نريد ناكل نطلع ونصب على قد اللي نريده ونرجع مرة ثانية للثلاجة. وضروري الشيء اللي نطلع بيه الطرشي سواء كانت ملعقة سواء كانت مغرفة أو حتى إذا بإيدنا يكون الشيء نظيف جدا ما بأي دهن، لأن إذا الشيء اللي نطلع بيه الطرشي بيه دهن ولو شوية رأسا راح يخرب ويانا الطرشي. وبعدين السبب الثالث أيضا اللي راح أقوله بأنه من نسوي الطرشي بالبداية من نخليه بالملح، وثاني شي بالخل. ضروري الأشياء اللي نستخدمها تكون باردة جدا، المي يكون كلش بارد. يعني إذا كنتوا بالعراق فلا تخلون من التانكي، لأن مي التانكي كلش حار يعادل مي الجيزر اللي هنايا. يعني حاولوا أن يكون المي بارد، هاي فشي كلش ضروري. أو تسووه بالشتاء، الشتاء تلقائيا يعني المي يكون بارد. المي الحار يخلي الخضروات تطرى وتخرب ويانا. أنا هنا جبت يعني بطل شيشة كبيرة، يعني هي هاي اللي أسوي بيها الطرشي. تقريبا أنا هنا كان عندي كيلوين قرنبيط و3 كيلوات ونص خيار، وتقريبا كيلو من الخيار التعروزي، وخليت ويا 4-5 فلفلايات. هيك الفلفلاية مثل ما قلت لكم تكون سميكة، ما تكون من النوع الرقيق. النوع الرقيق اللي احنا ناكله نحب ناكله ويا الأكل هذا ما ينفع بالطرشي، لأن يكون يعني كلش خفيف رقيق جدا فيخرب ويانا. فأنا هنا خليتهم كلتهم بشيشة أو بطل كبير حسب اللي عندي يعني. ويفضل أنه أنا هنا شنو خليت فوقه حجارة، لأن البطل ممتلة وياي تماما. انتو حاولوا أن تخلوه بشغلات صغيرة بحيث تمتلي تماما الشيشة اللي تخلون بها توصل للحافة مالتها حتى لا يطلع لي فوق. أنا هنا ما ملت عندي، فلذلك خليت من هاي الحجار. وخليت كل لتر من المي 3 ملاعق من الملح الخشن اللي شوفتكم إياه بالتصوير. ملح خشن، الملح الناعم أبدا ما يصير بالطرشي يفشل ويانا ويخلي المواد تنهري ويانا، يعني تصير طرية كلش وما تصير ناجحة. طبعا هاي ورا مرور أسبوع ما أحركه ولا أبدله، وأنا مخلي عليه حجار كابسته كلش زين، أو أخليه مثل ما قلت لكم بشيشة صغيرة بحيث لحد الفوها تملي عند الخضروات، وبعدين أخلي مي. وراح أكتب لكم مقدار كل لتر من المي مثل ما قلت لكم 3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن، ضروري يكون ملح خشن. هنا ورا ما مر أسبوع طلعت الحجار وشفته طبعا صاير كلش زين. طلعت وحدة من القرنبيط هو يستوي أبطأ شيء يعني، فإذا القرنبيط مستوي معناته كل شيء ويانا مستوي. أفرغه كلش زين وأغسله كلش زين أيضا بالمي البارد تماما، ما يصير مي بارد، مي حار عفوا. ومن أملحه من أخليه هيك بالملح انتظر عليه أسبوع. يفضل أن المكان يكون شوية بارد، يعني مو مكان كلش حار. يعني إذا عندكم بالمطبخ تبريد فكان بها، يعني يشتغلوا التبريد، نفتح بالليل الشبابيك، أو إذا بالشتاء عادي الشتاء ما يفشل عندي الطرشي أبدا. لكن ما يكون المكان اللي دا نخلل بيه الطرشي كلش حار، لأن هذا أيضا يساهم بأنه الطرشي ما ينجح ويانا ويطرى ويانا. هنا أبدي أغسله كل زين. تشوفون بالبداية المي اللي ينجب مي أبيض، هذا لأن بيه ملح هواية. أغسله 4 مرات 5 مرات إلى أن المي يكون وياي شفاف تماما، معناته يعني أوكي الملح راح. لكن أخليه أنقعه بالمي تقريبا 4 ساعات 5 ساعات حتى تروح الملوحة من عنده. هاي الخطوة ضرورية جدا حتى لا يكون عندنا الطرشي كلش مالح ويعني يكون مضر، خاصة الناس اللي عندهم ضغط. ضروري أن نتخلص من الملح بهاي الطريقة، نغسله كل زين كل زين إلى أن يصير المي ماله شفاف تماما. وبعدين نبدي نخليه يتنقع 4 ساعات 5 ساعات مثل ما قلت لكم. أو ممكن أيضا إذا تنامون فايت وقت معنا مثلا بالليل تخلوه، والصبح أول ما تقعدون تسووه همين يصير.
بس لا تبالغون، يعني لا تخلوا فترات كلش هواي مثلا 10 ساعات هيجي، لا. اذا انتم تعرفون نفسكم مثلا تقعدون الصبح متاخر مثلنا، فلا لا تسوون هاي الخطوه. حاولوا الصبح تسووه وحتى تسيطرون على الوقت، يعني 4 ساعات 5 ساعات كلش كافيه. بعدين تبدون تخلوه بالمصفي. شوفوا اني هنا غسلته 4 5 مرات، هنا شوفوا اللون المي اتغير ويانا تماما، وصار اللون العادي الشفاف مال المي، فمعناته يعني جيد، يعني راحت كمية الملح الزايدة. هسه فقط النقعة، حتى الملح الموجود بالخضروات نفسها هو اللي يطلع، لا تكون الحباية مالت الخضروات كلش مالحة. وطبعا ضروري كمية الملح تكون هواية. إذا خليتوا ملح قليل، يعني أنا قلت لكم 3 خواشق، لكم مثلا خاشقتين ونص همين يصير، بس لا تخلون أقل، لأن إذا خليتوا الكل لتر أقل من هاي الكمية من الملح فهي أيضا راح تطرى ويانا الخضروات وما تنجح. هنا ورا 4 5 ساعات خليتهم بالمصفي، وبديت أحضر الحشوة أنا أستخدم بيها كرفس وثوم وكاري وشوية من الكركم. هاي الكركم فقط ينطي لون، هي هاي فقط الأشياء اللي أستخدمها. وأستخدم شرايح مال الليمون، هاي اختيارية، بس عندنا الثوم والكرفس أو المعدنوس همينه ممكن يصير، بس الكرفس طعمه أطيب يعني. هنا أنا عندي نصف باقة من المعدنوس أو من الكرفس عفوا، وياها تقريبا 5 فصوص ثوم، بس 5 فصوص كبار. يعني إذا عندكم فصوص صغار تستخدمون 10 فصوص. وهنا خليت لها 3 ملاعق من مال كوب، مو مال طعام، 3 ملاعق كوب من الكاري، وملعقة واحدة من الكركم. هنا القرنبيط أو الزهرة ما تحتاج أنه نعصرها، لأن هي ما تسحب مي. لكن إذا كنا نستخدم باذنجان أو عندنا فلفل أو عندنا الخيار، فهاي ضروري أن نعصره هيك مثل ما دا أعصره بإيدي، نتخلص من المي منه تماما، حتى لأن هذا المي إذا بقى بالطرشي راح يسبب عفن، فنيجي نعصره على قد ما نقدر بقوة، حتى يعني شنو يروح المي الموجود. الخيار التعروزي والالمازه والقرنبيط ما يحتاج يعني نعصرهم، هم ما ياخذون مي هوايه. فقط مثل ما قلت لكم اذا دا نستخدم فلفل او باذنجان او خيار، فهو هذول اللي نعصرهم. وهنا بهذا الشكل اني فاتحتهم من النص، اخلي كل وحده هيك تقريبا خاشوقه او نصف خاشوقه. الخاشوقه اللي دا استخدمها او الملعقه اللي دا استخدمها هي مال كوب، يعني مو ملعقه طعام. وبالمناسبة إذا سويتوا باذنجان فحاولوا الباذنجان تخلوه بالملح وحدة. يعني أنا هسه هذول كلهم مو خليتهم بالشيشة وملحتهم، خليتهم أسبوع كامل. الباذنجان خلوه بشيشة واحدة، لأن مي الباذنجان يكون لونه أسود، ينطي لون ما حلو. فالقرنبيط والخيار اللي لونه فاتح يتغير لونهم، ينطيهم فد لون مو كلش مستحب، فيفضل أن نخليه وحدة، نخليه بمي. نجيب شيشة صغيرة حتى لو عندنا كمية قليلة من الباذنجان، نخليه بشيشة واحدة يعني، ونخلي عليه مي ونفس المقادير. لكل لتر نستخدم 2.5 ملعقة إلى 3 ملاعق من ملح الخشن. وبعدين أيضا نخليه بمي، يعني نغسله وحدة ونخليه بمي وحدة يروح المي ماله. بالأخير همينة أيضا نستخدم باذنجانيات صغيرة ونفتحها من النص مثل الخيار. والباذنجان بالمناسبة بفصل الصيف ما يفيد للطرشي أو المخلل، لأن يكون بطراوة، انتو حتى تحسون من تلزموه يكون طري. الباذنجان اللي يصير بالشتاء او اللي يطلع بداية الصيف بالخريف، من تلزموه تحسوه ثقيل ويعني قوي هيك، من تريدون تضغطون عليه، هو هذا الباذنجان اللي يكون ملائم للمخللات. هسه اني بالسوق ما لقيت باذنجان مناسب يعني، لذلك ما سويته. هذا الخيار الكبير ايضا انا كنت فاتحته من النص، وقسم من هاي الخيار التعروزي او الترعوزي اني شنو يعني كنت مسويته على شكل شرايح، ففقط هيك اخليه شويه مثل يعني اخلي شويه من الحشوه تلتصق به. اما الخيار الثاني هذا فاني لا كله احشيه، واذا عندي باذنجان همين احشيه، فقط الخيار والباذنجان. باقي مثلا اذا عندي كرومب المانزا او قرنبيط فهذول عادي. ومن اجي اخليهم هيك اخليهم سرة سرة، يعني اخلي قرنبيط وخيار وفلفل هيك، احاول ان اخليهم يعني مو كلهم سوية، مو كله خيار وفوقه قرنبيط، لا احاول ان اخليهم طبقة طبقة. هنا اني استخدم 3 انواع من الخل. هذا الخل اني اشتريه هو مال تفاح، لكن يكون مركز كلش، سعره يعني مبين 3 اضعاف سعر الخل الثاني، لأن يكون كلش مركز. ما نقدر نستخدمه بالسلطات، ما نقدر نستخدمه من نجي مثلا نريد نتبل فشي، لا هذا يكون كلش حاد. فاستخدم بطل واحد من هذاك، وبعدين الباقي استخدمه من خل العنب وخل التفاح مختلط يعني.
خل العنب أني أحبه لأن شوية ينطي لون هيك على حمار، ينطي فد لون حلو للطرشي. وخل التفاح أيضا يعني معروف. احنا كنا بالعراق كنا نشتري خل البدوي، إذا هسه موجود ما أعرف، طبعا هذا خل ممتاز 100%، كان عراقي. خل التمر مال البدوي، الماركة مالته أتذكر كان هيك بعلب بلاستيك، أمي كانت تسوي من عنده، هذا كان كلش يعني توب التوب. وكنا نستخدم وياه فد خل شوية خفيف. لكن هنا ما عندنا، طبعا هاي اخليه يوم واحد ورا ما خليته بالخل وصار بهذا الشكل. طبعا طعمه خرافي خرافي كلش طيب، وينكل الاخر حباية ويكون كلش مقرمش، سواء كان الخيار او القرنبيط او باقي المواد. ان شاء الله تجربون الوصفة وتعجبكم، واقول لكم باي باي، دمتم بخير.